الأحداث بتبدأ في ليلة مطرة والقمر فيها باين. عربية سبور سودا ماشية لوحدها في وسط الضلمة، بيترجل منها شخص غامض لابس بلطو طويل، وواضح إنه وصل للمكان اللي الشر هيكشر فيه عن أنيابه. في منطقة صناعية مهجورة كان في راجلين قاعدين حوالين نار بيتكلموا عن شحنة مخدرات جديدة استلموها بدل الفلوس. واحد منهم خد بإمبراطورية إن في غريب شعره أبيض وطويل واقف بعيد، راح وقفه ويسأله هو مين وجه هنا إزاي، ولما طلب منه يوريه دعوة الدخول الغريب ده فاجئه وحط طبنجة على دماغه وحجم عليهم بسرعة وقوة موتت واحد منهم في وقتها، ووقف فوق الجثة وهو بيتمسخر وبيسأل هي دي مش كفاية تكون دعوة؟ المشهد بيتنقل لنايت كلوب، في واحدة دي جي بتشغل مزيكا، وبيظهر واحد من مصاصين الدماء عينيه حمراء وأنيابه باينة، قرب من البنت وقعد يلومها إن المزيكا هادية، وطلب منها تشغل حاجة صوتها عالي، ومسكها بعنف وهو بيفهمها إن البشر بالنسبة لهم مجرد فريسة، وقعد يهددها وهي مرعوبة إنه لو ما سمعتش الكلام هيطلع جوعه عليها. وفجأة حد اقتحم المكان بقوة، ولما مصاص الدماء لف يشوف فيه ايه لقى صحابه كلهم مقتولين، وعارف ان في كائنات حتى مصاصين الدماء بيخافوا منها، وباقي المصاصين كانوا مصدومين من منظر جثث زمايلهم اللي مغرقة الارض. الشخص اللي شعره ابيض ظهر عند المدخل وهو شايل شنطة سلاح ضخمة، وسألهم بسخرية اذا كانوا استمتعوا بوقتهم ولا لا، واتكشف ان الناس دي معروفين بصيادين مصاصين الدماء. واحد من المصاصين استغرب هو مين ده، والتاني هجم عليه بمخالبه الحادة، بس الصياد وجه السلاح عليه وموته في لحظة وهو باين على وشه الندم، ووجه كلامه لزعيمهم وقائم امبراطورية انه فاهم موقفه الصعب وهو بيدور على ابوه جوكيو، بس لامه ان ذوقه وحش في اختيار حلفائه من المجرمين اللي ملهمش لازمة، وقعد يتريق ويقول يا ترى جوكيو هيقول ايه لو شاف المنظر البائس ده. هنا زعيم مصاصين الدماء عرف هو مين، طلع سيلفستر القسيس اللي شعره فضي والمطرود من الفاتيكان وصياد مصاصين دماء حقيقي. الزعيم هدد سيلفستر انه هيزين الليل بدمه، ورجالته هجموا عليه، بس سيلفستر رد بدم بارد وتريقة على الخدمة الوحشة في المكان وادالها 0 نجوم. وهو بيصد امبراطورية جوم قعد يتساءل هل قلة أدبهم دي بسبب إن أهلهم مربوهمش، وبدأ يقول كلمات دينية عن خلق آدم من تراب وحواء من ضلع آدم، وإن الموت طقس مقدس عشان نرجع للبداية. وقف وسط الجثث وهو بيقول تراب للتراب ووشه كله دم، وقال لزعيمهم إنه مش هيعرف ياخد منه أي معلومة، وإن مجرد تفكيره إنه يقدر يموته بيثبت إنه أتفه واحد في زمايله. مصاص الدماء صرخ من الغيظ وهجم عليه، بس سيلفستر صد امبراطورية جوم بسهولة وضرب عليه نار بطبنجتين. المصاص هرب من الرصاص وغير شكل دراعه لسلاح مرعب، وسيلفستر استغرب شوية من قدرته على التحول. المصاص المتحول نط في الهواء وهجم بمخالبه، فسيلفستر ضرب نار على ايده واداله خبطة قوية وقعته في وسط الردم مهزوم. في الوقت ده ظهر شخص تاني اسمه يونج جون وصياد تاني، وقعد يشتكي ان سيلفستر بوظ الجثة وصعب عليه مهمة سحب الدم. سيلفستر سأل عن ديوكيون ويونج قال له انه البديل بتاعه النهارده، واكد ان المعلومات صح بخصوص العلاقة بين عيلة جاتيو وعصابة سانغ دونغ، وان المكان ده مثالي يكون مزرعة لإنتاج الإمبراطورية. وفجأة عين المصاص المهزوم نورت بأحمر غريب، فسيلفستر رفع سلاحه وضرب نار، بس المصاص فلت بمهارة وجري بسرعة البرق عشان يهرب. يونج انبهر بسرعته واقترح يسيبوه يموت من جروح، بس سيلفستر فقد أعصابه وحذره يكرر الكلام ده تاني، وأكد إنه هو اللي هيموت نفسه. فيونج ضحك واعتبرها نكتة تقيلة، بس سيلفستر كان بيتكلم بجد، فشخص الحالة إن المصاص فقد عقله وبدأ يتحول لكائن بري. المشهد اتغير لمطاردة موتوسيكلات سريعة في المدينة، والشرطة بتحذرهم يهدوا السرعة، بس هم ردوا تحدي واستهزاء. واحد اسمه هانس يون كان سايق موتوسيكله بسرعة في المطر، وصوت سيلفستر بيتردد إن الليلة دي هيكون فيها تضحية تحت ضوء القمر. هانس يون افتكر حياته إمبراطورية، بيته وأهله وأخوه المتفوق وحتى كلبته جوان أوف آرك، وقعد يقارن نفسه بغيره وإنه ملوش أهداف وطموحه عادي في الدراسة، وكان نفسه يهرب من الواقع التقليدي ده. وهو سايق زمايله صرخوا باسمه مستغربين هو رايح فين. هان كسر بالموتوسيكل ونط من فوق حاجز وبدأ يمشي في طريق لوحده، ونط بين المباني بتهور، واعتبر إن الموتوسيكل هو وسيلته الوحيدة للهروب من حياته الراكدة. وصل بيته متأخر واستغرب إن كلبته ساكتة، ولما فتح الباب شم ريحة وحشة جدا ورجله داست في بركب دم، وبدأ يندح على أهله وهو مرعوب. ظهر ظل وحش ضخم على الحيطة وجم عليه، كسر الإزاز وزقه بقوة، واتصدم لما عارف إن الوحش ده هو كلبته جوان أوف آرك اللي اتحولت لكائن عينيها حمراء وبتنور. حاول يدافع عن نفسه وزقها، وكان مش مصدق إن دي كلبته، وهجمت عليه تاني فضربها بالسلاح اللي في إيده، وبص بحزن على جثتها وافتكر شكلها وهي أليفة، وبعدين شاف جثث أبوه وأمه مرميين جوه، انهار من العياط والمنظر خلاه يرجع من كتر الرعب. قعد قدام جثة كلبته بيبكي ببرارة، وبعدين عارف إن اللي عمل كده لسه في الدور التاني، فقرر يواجهه وافتكر بندقية الصيد بتاعة أبوه. دخل المكتب لقى أخوه الكبير مصاب وجنبه البندقية، وعرف إن أخوه كمان راح ضحية. اعتذر له بوجع إنه ما كانش موجود يلحقهم، وشال البندقية وحلف ينتقم. حس إن ماسورة البندقية لسه سخنة، فعرف إن أخوه استخدمها وطلع السلم بحذر وهو مش قادر يفكر بعقلانية من الصدمة. وفجأة شاف إيد متغطية بالدم ماسكة طرف السلم، وعرف إن اللي فوق ده مش كائن طبيعي. في لحظة الرعب دي عقله وقف وما بقاش حاسس بحاجة، وأول ما شاف الوحش ضرب نار، بس الوحش فلت
فلت بسهولة وضرب هان ضربة وقعته من على السلم وخلعت كتفه، وعرف إن الوحش ده هو نفسه مصاص الدماء اللي هرب من سيلفستر. المصاص هجم عليه وهان ضرب نار وهو بيصرخ، الطلقة جت في جسم الوحش وعملت إصابة جامدة، بس الوحش قرب منه وقطع إيد اللي شايلة السلاح. هان صرخ من الوجع والوحش رفعه من راسه لفوق وحس باليأس إنه حتى معرفش ياخد حق أهله. وفي اللحظة الأخيرة حد غامض ضرب نار على إيد مصاص الدماء ففطرها، وهان وقع على الأرض وظهر سيلفستر وهو بيقطع مصاص الدماء بسيفه عشان ينهي الحكاية. سيلفستر واقف قدام الوحش وهو ميت وقعد يلومه انه ما ماتش في هدوء ولوحده بدل ما يجرجر معاه ناس غلابه من امبراطوريه مش ذنبه. بعد ما اتاكد انه خلص عليه تماما قرب من هان اللي كان مرمي في دمه وبص له وقال له ببرود مفيش حد مثالي على الارض دي، كلنا خطائين، وطلب منه انه يشيل له الضغينه او يكرهه براحته. البندقيه كانت مرميه في وسط بركه الدم. سيلفستر حط سيفه على رقبه هان وساله سؤال واحد، البندقيه دي بتاعتك؟ وبعدين بص له وقرر ان الولد ده خساره في الموت وانه لسه بدري عليه. صوره العيله ظهرت تاني عشان تفكرنا بحياته الرايقه اللي ضاعت. وفجاه ظهر عسكري بيحاول يفوق هان اللي كان عقله متلخبط بين ذكرياته وبين المجزره اللي حصلت. العسكري نادى على زمايله وقال لهم انه لقى ناجي واحد وطلب دعم بسرعه، وهان كان غايب عن الوعي وصور اهله واخوه هم ميتين بتلف في خياله، وافتكر جمله بتوجع قوي ان امنيته انه يخرج عن المألوف والروتين اتحققت فعلا بس بطريقه مرعبه. بعد أسبوع اتقلبت الدنيا في الأخبار عن جريمة عيلة هان، والرواية الرسمية قالت إن الكلب هو اللي عمل كده وإن الابن التاني هو الشاهد الوحيد، بس الميديا بدأت تشكك في الكلام ده وقعدوا يلمحوا إن هان ممكن يكون ليه إيد، خصوصا إنه كان ماسك بندقية صيد وضرب نار منها فعلا. وبدأت إشاعات تطلع إن دافع الجريمة هو الغيرة من أخوه المتفوق، وإن هان بتاع موتوسيكلات وشخصيته فيها حاجة غامضة ومقلقة. هان لقى نفسه محاصر من الكاميرات والصحفيين اللي بيتهموه علنا إنه قتل أهله بسبب ديون متراكمة، وقعدوا يضغطوا عليه عشان يعترف. في اللحظة دي صورة الوحش ظهرت في خياله وسمع صوت جواه بيلومه ويقول له انت اللي كنت عاوز كده، كنت بتستمتع بالموتوسيكل واهلك بيذبحوا. الصوت كان بيسأله بسخرية هو انت ليك حق اصلا تزعل؟ هان قعد يهز راسه بقوة عشان يطرد الافكار دي وصرخ فيهم انه بريء وجري هربا من الصحفيين، بس في الحقيقة هو كان بيهرب من حقيقة هو نفسه مش فاهمها، وذكرياته كانت مشوشة لدرجة انه مش مصدق ان كل ده حصل بجد. لما رجع بيته المدمر لقى جثة الوحش اختفت تماما وما سابتش أي أثر، والصدمة الأكبر كانت لما بص الإيد اللي اتقطعت ولقاها راجعة مكانها وسليمة. حس إن كل اللي حصل ده كان حلم أو كابوس، وقعد يمسك راسه من الوجع كأن في قوة خفية بتأمره ينسى اللي حصل ويمسح ذكرى الوحش وموت أهله من خياله. افتكر صورة سيلفستر الصياد وعارف إنه كان هناك وليه دور في إخفاء الحقيقة. هان ما كانش عارف يخرج من البيت بسبب الصحفيين وكلام الناس، بس في نفس الوقت ما بقاش طايق يقعد في مكان بيفكره بكل الوجع ده. خد موتوسيكله وهرب في وسط الضلمة وطلع فوق سطح عمارة عالية بتبص على أنوار المدينة، وفجأة شاف سيلفستر واقف هناك. وقف الموتوسيكل قدامه وواجهه مباشرة وشاور عليه وقال انت كنت في بيتي ليلتها. سيلفستر قال يسكت عشان هو شخص مزعج. هان سأله برعب انت مين والوحش ده كان ايه؟ سيلفستر قال شغل خيالك. فهان خمن انه طارد ارواح، بس سيلفستر قال انه قرب من الحقيقة. هان سأل بصدمة يعني الوحش ده كان مصاص دماء؟ وسيلفستر أكد له المعلومة. بعدها سيلفستر سأله بجدية انت بلعت اي دم من بتاع مصاص الدماء ده؟ هان افتكر الدم اللي طرطش عليه وخاف يتحول لواحد منهم، بس سيلفستر صلح له المعلومة انا اللي ركبت لك ايدك تاني. هان استغرب وسيلفستر سأله هو في حاجة شفتها الليلة دي كانت منطقية اصلا؟ هان سأله بقلق لو في مصاصين دماء تانيين، إن ده ما يخصوش وإنه مهمته الوحيدة يرجع لحياته الطبيعية. هان انهار وصرخ إنه ملوش حياة يرجع لها بعد ما خسر كل حاجة وهجم بعصبية، بس سيلفستر مسكه من رقبة هدومه بقوة وإمبراطورية ببرود بطل نواح، المصايب مش مكتوبة ليك لوحدك. هان سأله بيأس أعمل إيه؟ أنا شفت الوحش وهو بياكل أهلي بعيني ومش هقدر أنسى، وحلف وهو بيعيط إنه هيبيد كل الوحوش دي حتى لو تمنها حياته. سيلفستر بص له بعينيه الزرقاء اللي بتنور وحس بمدى إصراره، فقرر ياخده معاه لمكان زي كافيه هادي. هناك قابله ست بتنادي سيلفستر بدلع سيلفي، وهو اتضايق وطلب منها ما تقولش الاسم ده، وكان معاهم يونج جون اللي عارف هان. سيلفستر عارف ان امبراطورية دف اللي كانوا بيطاردوه هرب بره كوريا واتضايق جدا. يونج استغرب هو جايب هان ليه وانه باين عليه ضعيف، بس سيلفستر فاهم هان الحقيقة. محاربة الوحوش دي مش للبشر العاديين، لان مصاص الدماء يقدر يكسر عظمك او يقطع عضلاتك في ثانية، وعشان يقدر يواجه القوة دي لازم ياخد نوع دواء مخصوص اسمه دراجمون. شرح له ان الدواء ده بيخفف الوجع وبيدي قوة خرافية، بس حذره ان استخدامه كتير بيدمر الجسم ويخلي الواحد يموت لوحده في الآخر. والمفاجأة ان الدواء ده مصنوع من دم مصاصين الدماء، واي غلطة ممكن تحول صاحبه لواحد منهم. في الآخر سأله بجدية لسه عاوز تنتقم بعد كل المخاطر دي، وحطه قدام الاختيار الأخير، لو دخلت عالم الضلمة ده مفيش رجوع للحياة الطبيعية تاني أبدا. هان أعلن إن حياته خلاص ما بقتش طبيعية، ومن غير تفكير بلع حباية دراجون مون. سيلفستر لحقوه ومسك إيده وهو مستغرب، مين اللي ادالك إذن تبلعها دلوقتي؟ في اللحظة دي ظهر صياد تاني اسمه
اسمه سونج داكيون وقعد يتريق على شجاعة الواد وإصراره. سيلفستر قرر يسيب هان في عهدة داكيون وطلب منه يدربه كويس عشان يقدر يفضل عايش، وداكي حط إيده على راس هان. أهلا بيك رسمي في عالم القمر المجنون. سيلفستر طلب يجهزوا له مركب لمكسيكو وطلع فورا، وهان اتفاجئ إنه مش هو اللي هيدربه بنفسه. سيلفستر ضحك بسخرية وسأل داكي يا ترى هتعرف تخليه نافع، ورد داكي هحاول. هان بص بإصرار وقبل قدره الجديد وودعه سيلفستر بكلمة أخيرة أهلا بيك تاني في عالم القمر المجنون. بعد سنة ظهرت عربيات فخمة قدام نايت كلاب اسمه بينا، ونزل منها تشونغ يونغ هو نائب زعيم عصابة سانغ دونغ، ورجالته استقبلوه بتبجيل ونقب يا كبير، بس هو شخط فيهم وقام قولوا لي يا سيادة المدير احنا بقينا رجالة أعمال محترمين وعندنا شركة حقيقية. وسألهم هو في ايه وليه ندهتولي وانا ورايا شغل كتير، ورجالته كانوا مرعوبين وهم بيفهموه ان في شخص واقف لوحده في وسط النايت كلاب الفاضي. يونغ هو اتغاظ انهم ندهوه عشان يتعامل مع شخص واحد، واتريق عليهم انهم مش عارفين يديروا المكان. لما بص لهان لقى سنه صغير، انا ما شفتش بلطجي زيك قبل كده، المفروض نتفاهم بالكلام. هان رد بسخرية انا مش بلطجي، انا دافع مقدم بضاعة وما استلمتهاش. يونغ هو استغرب، وهان قال انه دافع 5 مليون كاش لواحد من رجالة العصابة، وسأله ازاي مدير زيك ما يعرفش. ولما سأله ايه البضاعة هان قال سلاح دراجونوف وتوكاريف وAK 47. يونغ هو ضحك وقال للإمبراطورية انت فاكر ال5 مليون دول يشتروا كل ده؟ انت ما تعرفش قيمتهم ولا ايه؟ هان قال للإمبراطورية انه عارف ان عصابتهم بتوزع سلاح روسي وصيني وبأسعار غالية قوي. يونغ هو قرر ينهي الكلام وطلب البوليس. تفتكر ده قرار صح؟ انتوا بدأتوا تتاجروا في السموم والمخدرات مع السلاح وده سر كبير. يونغ هو اتجنن وأمر رجالته ليقطعوه حتت وهجم عليه 2، بس هان بدم بارد وضربات سريعة وقوية نيمهم في الأرض وطلع السلم لزعيمهم وواجهه. يونغ هو سأله بخوف عاوز ايه؟ هان قرر طلبه الدراجونوف والتوكاريف والAK 47 انا دافع تمنهم خلاص. الزعيم وافق وهو مجبر، بس قال لمبراطانية الاستلام مش دلوقتي. فهان حدد الميعاد بكرة الساعة 8 في جراج شركة هونغ شين ومشي. يونغ هو شتمه تحت ضرسه وضرب رجالته عشان نسيوا يقولوا له يا كبير. المشهد اتنقل لمكان تاني. ديوك يونغ كان بيفحص أكياس دم وقرفان من جودتها وبيقول إنها زبالة وما تنفعش تحول حد الإمبراطورية، وقعد يلوم عصابة سانغ دونغ اللي مبوظين الدنيا، واتخانق مع تاجر دم اسمه العم جو. بس العم جو سأله عن يونغ جون وهل ديوك عارف يوصله ولا لا. ديوك اتضايق ومشي، والعم جو عارف ان ديوك مش عارف يكون صريح مع مشاعره. هان وصل بموتوسيكله وقابل ديوك يونغ اللي سأله كنت في خناقة. هان سأله ينفع يطلع مهمات صيد، بس ديوك رفض وقام مستواك لسه ما أهلكش، ركز في تدريبك وما تدخلش نفسك في مشاكل مع ناس غلط. هان سأله لو اضطريت اقتل بني ادم اعمل ايه؟ ديوك رد ببساطة اقتله طالما لازم، مفيش نقاش. بس ديوك حس ان هان وراه مصيبة وطلب منه يروح الجيم يتدرب، بس هان رفض. في الجراج كانت العصابة مستنية، و2 من اللي اتحولوا لمصاصين دماء كانوا متضايقين انهم جايين عشان عيل صغير، وقعدوا يفتكروا مجزرة السنة اللي فاتت. فجأة طفاية حريق خبطت في العربية وفجرتها وظهر هان. 2 من المصاصين نزلوا وقالوا ان اللي ماتوا السنة اللي فاتت كانوا لسه مبتدئين، وقالوا لهان انهم مش هيدوله السلاح. هان ضحك وقال بس لو ما خدتش السلاح هاخد انيابكم وباعها واعمل منها قرشين حلوين. هان افتكر كلام مدربه ديوك ان المصاص اللي قتل اهله ليه علاقة بالعصابة دي، وقعد يفتكر تدريباتهم العنيفة. ديوك كان بيشرح له ان الامبراطوريين الحقيقيين اقوياء جدا وجسمهم بيلم نفسه بسرعة البرق، وان عيلة جوكيو كانت اقوى عيلة، ولما سيلفستر قتل جوكيو العيلة اتفككت، والناجين انضموا لعصابة سانغ دونغ عشان يدوروا على اثر لجوكيو ويرجعوا مجدهم، وحذروا ان نائب الزعيم لسه عايش ولو حطه في دماغه حياته هتبقى جحيم. رجعنا للواقع. هان كان بيحارب مصاصين الدماء بموتوسيكله ببراعة. واحد هجم عليه من فوق بمخالبه، هان فلت بمهارة، بس المصاص كان قاري حركاته وقطع له دفاعه وعور له ايده، ومن قوة الضربة السيف بتاع هان اتكسر. المصاص ضحك بسخرية، وفجأة هان غرز اللي فاضل من السيف في راس المصاص وقضى عليه. الزعيم نزل من العربية وهو مستغرب من قوة قفازات هان القتالية. هان شاور له بالسيف المكسور وقام له هدفي هو راسك، بطل رغي واهجم. الزعيم اتريق وقام له انا خلاص عرفت طريقة لعبك وحفظتها، وسكنتك اتكسرت وسر قفازاتك اتكشف. هان رمى حتة السيف عليه بس الزعيم صدها بكل ثقة. مصاص الدماء اللي فاضل افتكر ان الوقت جه عشان ينهي الحكاية، بس اتفاجئ ان هان طلع طبنجة وضرب طلقة في نص راسه ووقع جثة هامدة في مكانه. هان فكره بهدفه انا قلت لك عاوز راسك. بعدها طلع أداة عشان يسحب دم المصاص، بس كان بيتوجع جدا من جرح ايده، فقرر انه مفيش مفر وحقن نفسه بجرعة من الدراج مون. صرخ صرخة رهيبة من الوجع والسم بيجري في عروقه، وفضل راكع على الارض بيقاوم الاثار الجانبية الصعبة. وبعدها ساب مسرح الجريمة والعربية المدمرة وراح لداكيون. داكي كان مستنيه وقعد يتريق عليه. اخيرا خلصت نوبة الغضب بتاعتك؟ حاسس انك احسن دلوقتي؟ هان استغرب هو عارف مكانه ازاي. في اختراع اسمه GPS يا بطل. داكي كان قلقان على هان وسأله لو كان اتغير. هان استغرب، فداكي وضح انه يقصد الموتوسيكل لانه بقى
بيسوق بتهور مش زي زمان لما كان بيعامله كأنه كنز مقدس. هان رد ببرود دي حاجة ما تخصكش وطار بالموتوسيكل وسابه. في مقر العصابة الزعيم جونج سانج دونج عارف إن 6 من رجالته اتقتلوا واتجنن من الغضب وشخط في يونج هو. الزعيم قال بسخرية إن اللي حصل ده إنجاز ومحدش كان يتوقع إن العيل ده صياد إمبراطورية. اعترف إن الموضوع بقى بايخ وإن عصابته بقت أضحوكة. ولما يونج هو اقترح يطلبوا مساعدة من عيلة جوكيو الزعيم هاج أكتر وقال أنت عاوز تفضح ضعفي وتقول إني اتهزمت قدام عيل راكب موتوسيكل؟ وأمرهم يلاقوا هان ويقتلوه بأي تمن ويقطعوا راسه. في مكان تاني هان كان قاعد مع مدربه وقعد يلومه إنهم سايبين عصابة سان جونج في حالهم وسأله أنت خايف منهم ولا عشان مفيش فلوس من وراهم؟ هان صرخ في وشه وقال إن الأوباش دول لازم يموتوا وإن سبان المصاصين دول زي الوبا اللي بينتشر. أنت بتقول كده عشان مجربتش تخسر حد غالي؟ داكيوم سأله بحدة وأنت مين اداك الحق تقرر مين يعيش ومين يموت؟ أنا ما بقتلش عشان مبادئ، أنا بقتل عشان الفلوس والسبوبة. وسأله لو كان حقن نفسه بدم مصاص دماء وفكروا إن دم سلالة جوكيو بيعمل طفرات مرعبة. داكي قرر ينهي الموضوع وقال لم هدومك وامشي، أنا مش عاوز مشاكل مع عائلة جوكيو بسببك. بس ديوك ندح عليه وفتح له شنطة عربية مليانة سلاح وسكاكين وحوالي 500 طلقة وقال غالبا هتموت قبل ما تخلصهم والسلاح ده مجري تاريخه منتهي، يعني لو حظك فقر هينفجر في وشك. هان انحنى له بشدة وشكره وديوك فكروا بنصيحته القديمة اوعى تتحول لواحد منهم لأن لو ده حصل أنا اللي هصطادك بإيدي ومش هرحمك. هان خد الموتوسيكل وطار في ليلة كان القمر فيها يخلي الواحد يعيط من جماله. وفي حتة تانية يونج هو راح لمجموعة شباب قاعدين حوالين نار وعرفهم بنفسه وطلب يقابل زعيمهم يونج جين. يونج جين رد عليه بقلة ذوق فيونج هو اتضايق ورجالته تحولوا لمصاصين دماء وهجموا على يونج جين ووقعوا في الأرض. هعمل فيك معروف ومش هكسر دراعك عشان تعرف تسوق الموتوسيكل. ورماله شنطة فلوس، الفلوس دي عشان تجرجر لي أصحابك اللي معاهم موتوسيكلات، والمهمة الأساسية تجيب لي الولد اللي شعره أخضر ده. وواحد من المصاصين كان هيعضه بس يونج هو منعه، لازم يفضل عايش دلوقتي. المشهد اتنقل لكافيه. البنت اللي هناك قالت لهان إنهم قفلوا بس لما عرفته رحبت بيه وقالت له إنه كبر في ال4 شهور اللي فاتوا وسألته عن حياته لوحده. هان سألها عن جهاز يكشف المصاصين فطلعت له بندول حجر الدم وقالت له إنه بيكشفهم في حدود 20 متر بس. هان قرر يشتريه فورا وهي نصحته يشتري كروسبو بأسهم فضة بدل السلاح اللي معاه لأنه مش سلاح حقيقي. هان عارف إن العم جو مش راضي يبيعه دراجمون عشان لسه قاصر، فالبنت اديته حقن دراجمون في السر وقالت له ده سر بينا ومفيش دفع بالفيزا. وهو خارج افتكر كلام سيلفستر وترحيبه بيه في عالم القمر المجنون وقعد يسأل نفسه يا ترى سيلفستر هيرجع كوريا تاني؟ وفجأة سمع حد بينجح عليه. طلعت عصابته القديمة بتاعة الموتوسيكلات بزعامة يونج جين. قعدوا يتلموا حواليه ويستغربوا من شكله الجديد ولون شعره. وواحدة حاولت تفكره بنفسها بس هو رد ببرود انت مين؟ يونج جين اتنرفز وقرب منه يهدده وامبراطورية انه تعب عقبال ما لقاه. فجأة هان ندح عليه بصوت حاد وعينيه نورت انت عاوز تموت؟ باقي العصابة خافوا ورجعوا ورا. وفي نفس اللحظة بندول حجر الدم اللي في رقبة هان بدأ يتفاعل ويتحرك. هان استغرب جدا ازاي في مصاص دماء والشمس لسه طالعة. عرف ان اللي يقدر يتحرك في الشمس كده لازم يكون امبراطورية حقيقي وسادة من سادتهم. هان فكر للحظة ان يونج جين ممكن يكون اتعض. مع حركة البندول في رقبته اتأكد انه في مرحلة التحول. سألهم بهدوء انتوا تبع عصابة سانج دونج؟ يونج جين رد بتناكة كويس انك عرفتنا عشان ما نرغيش كتير. هان سألهم هياخدوا كام؟ 2 مليون لو عرفنا مكانك و8 مليون لو قبضنا عليك ومش ناويين نفرط في نصيبنا. هان في سره كان عاوز يخلص عليهم بس كان في ناس كتير بتتفرج فاتريق عليهم وقال لهم يعني 8 مليون دول مبلغ مستاهل يتقسم على كل الاشكال دي يا شوية شحاتين. يونج جين اتجنن من الإهانة فهان تحداه وقال له لو عاوز تحافظ على برستيجك كبتاع موتوسيكلات يبقى نتسابق مش نتخانق زي الحرامية. الكل جهز للمسابقة والانطلاق بدأ في الشارع. واحد من العصابة أعلن إن السباق من نوع كانون بول، سباق طويل من غير قواعد والنهاية عند مدخل طريق كيونج السريع. يونج جين قعد يدردش وهو سايق يا بقالنا كتير ما تسابقناش، كان المفروض تبقى ألطف من كده عشان نشرب بيرة مع بعض دلوقتي. هان رد عليه رد قاسي بص كويس قوي المنظر الغروب ده عشان دي آخر مرة هتشوفه في حياتك. السباق ولع والموتوسيكلات طايرة بين العربيات بتهور. يونج جين قعد يتريق على هان إنه بقى بطيء بس هان كان بيفكر إن خصمه بدأ يتحول لكائن بري وافتكر كلام مدربه ديوك إن لو القتل ضروري ما تترددش. فجأة هان كسر بالموتوسيكل في اتجاه عكسي تماما ويونج جين صرخ انت رايح فين يا مجنون؟ في الناحية التانية يونج هو جا تليفون وعرف بالسباق واتجنن لما عرف انهم تاهوا منه وقرر يروح بنفسه وامرهم يحاصروه. هان كان مستني في موقع بناء مهجور. يونج جين وصل وهو بيشتمه ويقول يا جبان. هان رد عليه ببرود كان المفروض ترفض المهمة من الاول. وفجأة طلقة اخترقت رقبة يونج جين وقع من على موتوسيكله وهو بينزف وهان قرب منه معاه طبنجة وقال له كان المفروض تطنشني للابد. وبعدين فتح ازازة وشربه اللي فيها وقال له يمكن تعيش. يونج جين ما حسبش بوجع بس حس بقوة مرعبة بتمشي
تمشي في جسمه وشدته ريحة دم هان فتحول لوحش عينيه بتنور وهجم. بس فجأة حصل انفجار أزرق ضخم ونار زرقاء حرقت يونج جين وهو بيصرخ وبيشتم هان لحد ما بقى جثة محروقة. هان كان عارف إن يونج جين ما بقاش بشر خلاص وإنه كان لازم يقتله، وافتكر كلام مدربه إنه ما يعرفش موقف يستدعي قتل بني آدم. بس هان لقى نفسه في الموقف ده فعلا. المشهد اتنقل لبار، في راجل أجنبي أشقر قاعد، دخل عليه ولد اسمه بيل إن في بنت وقعت قدام البار. الراجل ده طلع سيد ماستر وخد البنت في عربيته السبور الحمراء. بيل كان قلقان وقام إمبراطورية مش كان أحسن نسلمها للبوليس، بس السيد رد عليه بإن كل حاجة في العالم دي متصلة ببعضها وإنه راجل رومانسي. وداها المستشفى وعرف إن اسمها يون ميهي وإنها كانت ضحية تنمر واعتداء بشع من زميلتها. بيل ورى سيد فيديو وصله لسيلفستر. السيد ضحك وقال إن سيلفستر لسه بيعمل مشاكل وقاعد يدور عليه عشان بيكرهه. الفيديو كان لسيلفستر وهو واقف فوق جثة مصاص دماء بيترجاه يعيش، وسيلفستر بيقول جملته الشهيرة تراب للتراب. السيد اتعصب ورمى كاس الخمر على الشباك، ووصف سيلفستر بإنه شاعر فاشل. تاني يوم هان كان في حمام عمومي مش قادر ياكل وبيرجع من التعب والقرف من اللي عمله، وكلام ديوك بيرن في ودنه. بأي حق تقرر مين يعيش ومين يموت؟ وهو قاعد قدام سوبر ماركت جات له بنت شعرها تنك وسألته حد قالك قبل كده انك شبه كيرت كوبين؟ هان افتكرها تبع جماعة دينية، بس فجأة ظهر 3 رجالة بيشخطوا في البنت اللي طلع اسمها جين يومي. واحد منهم مسك كتف هان بعنف، فهان اداله بوكس في وشه وقعه الارض وقال بسخرية آسف افتكرت حشرة وقفت عليا. الرجالة هجموا عليه بس هان أدبهم كلهم بمهارة وهو بيسمع مزيكا مع البنت لحد ما واحد غدر بيه وطعنه في ظهره. هان صرخ بس لف وجهه بقوة صدمت الراجل ومسك ايده ولواها وحط السكينة على رقبته وقلب سخرية. حاول تجتهد اكتر، مش انت كنت عاوز تقتلني؟ وريني شطارتك. يومي كانت بتبصله بإعجاب وانبهار بقهوته. هان سابهم وماشي والدم على ظهره وبص ليومي نظرة أخيرة قبل ما يدوخ ويقع من طوله بسبب الجرح. تاني يوم الصبح صاحبة الكافيه كانت بتنظف وهي بتفكر إنها محتاجة مساعد معاها، وفجأة وقفت قدام المحل عربية سودة فخمة ودخل سيلفستر. رحبت بيه ودلعته بسيلفي بس هو كشر وفكرها إنه مش بيحب الاسم ده، ولما سألته رجع بدري ليه رد عليها بجملة فلسفية عن غسل خطايا العالم بالدموع. في الناحية التانية هان فاق لقى نفسه في أوضة غريبة ومش فاكر هو غاب عن الوعي إمتى. لقى بنات نايمين على الأرض والأوضة في حالة فوضى، واكتشف إنهم حاولوا يداووا جرحه بمناديل ورق. يومي فاقت وسألته لو كان كويس واعتذر لها وقال له إنه ما أكلش من أيام، وطلب من مساعده ويلهام يجهز لها لبس بكل المقاسات. وهو سايق عربيته سبور فجأة الطلقات نزلت عليه زي المطر من قناص محترف.